سيدنا محمد في يوم من الايام دخل البيت على السيده عائشه. المهم هو كان فاكرها نايمه، قام شال هدومه وحطها على جنبه ودخل ينام. وبعد شويه سيدنا محمد قام من مكانه تاني بهدوء ولبس وخد النعال بتاعه وفتح الباب بشويش وخرج منه عشان ما يصحيهاش. فالسيده عائشه بتقول انه بعد ما خرج قامت وغيرت هدومها وخرجت وراه. غارت على سيدنا محمد، افتكرته رايح لبيت زوجه تانيه. فضلت تمشي وراه لحد ما لقت سيدنا محمد وصل عند مقبره البقيع. دي مقبره للمسلمين في المدينه ومدفون فيها صحابه كتير جدا. المهم فضلت واقفه من بعيد بتشوف سيدنا محمد هيعمل ايه، طب هيروح فين بعد كده. وبعدين لقيت سيدنا محمد رفع ايده وقعد يدعي لاهل البقيع. فلما خلص سيدنا محمد لف عشان يرجع. فالسيده عائشه بتقول ان هي لفت بسرعه عشان تسبق وترجع قبل ما يشوفها. فسبقت سيدنا محمد ودخلت البيت ونامت بسرعه. فهي طبعا كانت عماله تجري فعماله تنهد وبتتنفس بسرعه كده. فلما سيدنا محمد دخل البيت وراح لها قال لها بطريقه لطيفه كده وهو بيضحك: مالك يا عائشه؟ قال لها: مالك بتنهجي ليه؟ قالت له: ولا حاجه يا رسول الله. قال لها بهزار كده: لو ما قلتليش ربنا هيقول. قامت حكت له على اللي هي عملته. قام سيدنا محمد قال لها: ايوه انت السواد اللي انا شفته قدامي وانا راجع، يعني طلع انت الظل اللي انا شفته من بعيد. بعديها قالت له: ايوه. المهم فسيدنا محمد بكل هدوء شرح لها الموقف وقال لها ان جبريل عليه السلام نزل عليه ومعاه امر من ربنا. الامر ده اللي هو يروح يدعي لاهل البقيع تكريما ليهم يعني، وعشان احنا كمان نتعلم ونقلده ان احنا ندعي لامواتنا. فبيقول لها ان جبريل نادى عليه من بره البيت، ما دخلش عشان انت موجوده ادبا يعني. فقال انه خرج بهدوء وما حبش يصحيها عشان خايف تصحى ما تلاقيهوش فتحس بالوحده او الخوف. صلي على سيدنا محمد.